متعه السواقه. انا واحد بركب دلوقتي موتوسيكل او سكوتر، كل اللي بيركبوا موتوسيكلات وسكوترات هم في اول شرائهم للحاجه دي بيبقوا فرحانين ومستمتعين ان هو يركب حاجه بعجلتين ومنه الهوا كده على طول. فطبعا لازم تكمل المتعه دي. الراجل طار من جنبي خضني دلوقتي. فطبعا لازم تكمل المتعه دي وتشوف انهي هيخليك حاسس ان انت مستمتع اكتر في السواقه. وفي النقطه دي الصراحه انا مش هرغي كتير، انا بالنسبه لي الموتوسيكل امتع بكتير من السكوترات، لان بيبقى فيه اكشن اكتر في السواقه. بتدي الغيار الاول، تدي طلعه، تقوم مدي الغير الثاني، سامع صوت الموتور، النقلات، الكلام ده كله طبعا في المواتير القويه بيبقى امتع اكتر. عايز تهدي سرعتك تقوم مسقط غيار، تستخدم الانجن بريك. عايز تطلع من العربيه بطريقه معينه فبتعمل سنس معين في الغيارات عشان تعرف تطلع منها. الكلام ده كله بيبقى ممتع جدا جدا في سواقه الموتوسيكلات، بالذات كمان ان انت تبقى عامل على الموتوسيكل كنترول اكتر من السكوتر، فبتقدر تعمل حاجات اخطر. انا يعني مش هجمل الكلام ومش بنصح حد ان هو يعمل حاجه خطر بالموتوسيكل او السكوتر بتاعه، ولكن انت دي حاجه كلنا بنعملها. احنا بالموتوسيكل بنقدر نتشقى اكتر، نعمل اكشن اكتر، فالموضوع بيبقى امتع شويه. في السكوتر انت بتبقى في زون الراحه حرفيا، هو مريح وفي نفس الوقت ايه ممكن يبقى ممل شويه.